الرحيم توكلنا على الله. ازيكم يا شباب، طلبة أولى إعدادي، يا رب تكونوا بألف خير. دلوقتي هنحل هنحل على الدرس الأول كاملة. تمام، هنحل عليه من أوله لآخره. ما تزعلش بقى لو الفيديو طول، أكتر ما هو كان طويل برضه في الشرح، وده الفقرة اللي أنا بحبها موت. فأنت لو مش مركز، لأ صح فوق. اعمل لك أي حاجة تشربها، أنا كنت عامل ينسون. طيب نبدأ نحل. يلا بسم الله الرحمن على رسول الله. ما تنحش كده وخد حسنات. انا بصور الفجر. هنا بيقول لك تركيب الذري للماده. برضه عايزين نفتكر برضه حاجه. لما قلت لك التركيب الذري للماده، احنا مش هنعرف ناخد التركيب الذري للماده الا لما نعرف معنى الماده. وقلت لك الماده عشان نقول عليها ماده لازم توفر كام شرط. هتقول لي كان 3 شروط. يكون لها كتله. الله ينور الله ينور، برافو عليك. وايه تاني؟ وحجم. وتشغل حيز من الفراغ. وقلت حاجه في الفيديو كمان، ايه؟ لما تشرح حيز من الفراغ يبقى بتاخد ايه؟ الله ينور، برافو على الناس اللي شاطره اللي جاوبت، بتاخد مساحه. بس انا حبيت، بس انا مش بحل وبس، انا مش شغلتي احل بس، انا شغلتي احل واشرح. احل واشرح واحط اسئله انا كمان معاه. هتلاقي في كويز على الجزء الاول، على الجزء التاني يبقى في التعليقات باذن الله. الجزء التاني اللي هو على الشرح هتلاقيه على اليوتيوب. طيب نقرا السؤال. تخيل الاجابه الصحيحه لكل العبارات الاتيه. تتكون الصخر اللي هو الحجر الجيري من مادة ايه؟ فاكر لما جبت لك الحجر الجيري قلت لك ان دي مادة بتتكون من جزيئات صغيرة اللي هي ايه؟ الله ينور، بيتكون من كربونات الكالسيوم. هو كان CaCO3. خلاص الإجابة تبقى كربونات الكالسيوم. أظن دي مش كان فيها صعوبة عشان خاطر أشرح فيها كتير. طيب تحتوي بعض الأسمدة. أول ما تشوف كلمة أسمدة تكتب NPK بس، وتشوف بقى الكلام اللي هو يقول لك ايه. تحتوي بعض الأسمدة على عنصر ايه لازم لاخضرار أوراق النبات. وانا قلت لك الN اخضرار اوراق النبات اللي هو مين؟ نيتروجين. البي اللي هو بيعمل على تقوية الجذور. الكي بيعمل على النمو الصحي. تمام، اللي هو الفوسفور. خلاص، اول حاجة اخضراره كتبت لك باللون الاخضر. تمام، فاكر؟ لو مش فاكر هتلاقيه في جزء الشرح بتاع الجزء الاول. طيب خلاص يبقى هو نيتروجين. طيب ما اصغر مكونات دون الذرية من حيث الكتلة؟ يعني ايه اصغر كتله؟ هنشوف الاختياري. خلاص بص، كانك انت مش عارف حاجه ولا كانك حفظت. تمام، هطنشها. شوف في الاختياري. البروتونات كانت 1 يو، عشان قالك من حيث الكتله كانت 1 يو. النيوترونات برضو كانت 1 يو. الالكترونات دي كانت 1/1836 يو. النيوكليونات ما قالش كتله ال اسمه ايه ده، اللي هو العدد الكتلي. دي النيوترونات ملهاش، بس احنا ممكن نجيبها ليه؟ عدد النيوترونات زي عدد البروتون، ممكن تجيبها على فكره تبقى 2 يو. ماشي. فمين اصغر مكونات الكتله؟ اهي دي 1/1836 لانها كانت كتلتها ضئيله جدا. فاكر لما انا قسمت لك على 2 وكنت جايب لك الرسمه دايره؟ وقلت لك دي الالكترونات عملتها في الشق الايمن، والبروتونات والنيوترونات حطيتها في الشق الايسر، وقلت ان الالكترونات كتلتها ضئيله جدا. على قد ما هي ضئيله جدا جدا، هي سرعتها كانت فائقه جدا. تمام. تمام. والبروتونات والنيوترونات بيشغلوا حيز صغير جدا في النواة. النواة. طيب اي مكونات الدهون الذريه التاليه تكون كتلتها 1 يو؟ ايه كانت كتلتها 1 يو؟ عندك النيوترونات وعندك البروتونات. اختار لك واحد. بروتونات فقط تنفع، الكترونات غلط، نيوترونات والكترونات غلط، نيوترونات وبروتونات هي دي الاجابه الصح. هنعملها باللون الاحمر، هتبقى الاجابات باللون الاحمر. ادي اهو. والفوسفور الحلو بتاعنا اهي. وادي اهي الالكترونات، قلنا الالكترونات. وهنا النيتروجين. ماشي. تحمل نواة تحمل نواة الذرة شحنة كهربية ايه هو؟ نرسم نواة الذرة. ادي نواة الذرة. فاكر لما انا قلت لك هنكبر الصورة ونصغر الخط ونقول لك شفنا ان كان في حاجات موجبة وفي حاجات موجبة وسالبة. الحاجات الموجبة كانت ايه؟ البروتينات. الله ينور. والحاجات الموجبة والسالبة النيترونات. برافو عليك. هنا قال لك الشحنة بتاعتها دي ايه؟ شحنتها ايه؟ موجبة ولا سالبة ولا متعادلة ولا ايه الظروف؟ والله انت هتقول لي ازاي ما دي موجبة ودي موجبة وسالبة. فاكر لما انا قلت لك ان الموجب بيطير مع السالب؟ يعني ديت بتعوض عنها بصفر.
طب مين اللي طاغية دلوقتي؟ اللي طاغية الموجب. خلاص هتبقى بروتينات موجبة، هتبقى الإجابة دي. نوضح تاني. ال لما تلاقي انا قلت لك اصلا ان البروتونات مادام النيوترونات مادام هي متعادله الشحنه يبقى هي مهمله، شحنتها مهمله بتساوي صفر، فالموجب في نواه الذره تعتبر دايما موجبه. تمام. طيب العناصر التاليه ليس من مكونات السماد ان بي كي. خلاص انت هتعمل ايه في الموضوع؟ هتقول الان ده ايه؟ نيتروجين. عندك هنا في الاختيار نيتروجين، صح ما تختاروش. البي فوسفور، عندك هنا في الاختيار فوسفور، صح ما تختاروش. الكي عندك في الاختيار اللي هو بوتاسيوم. لو تحفظ العناصر، حافظ رموز العناصر لازم تحفظها على لو تقسمها خمسات. تمام تمام. عندك هنا بوتاسيوم، بوتاسيوم اعملها صح وما تختاروش، يبقى هي اللي غلط هي الصوديوم، ونلونها بالهايلايتر. الصوديوم. كتلة الالكترون وكتلة البروتون، كده عايز يعمل مقارنة. خلاص نعمل له مقارنة. كتلة الالكترون وكتلة البروتون، كل الكترون كانت كتلتها ايه؟ قال لي كانت 1/1836. تمام اهي، كانت 1/1836. وكتلة البروتون كانت 1 يو. انهي اكبر؟ دي اكبر، فممكن نعمل دي كده اكبر ونعمل دي كده اصغر، فخلاص كتلة الالكترون هتبقى ايه؟ اقل من كتلة البروتون. بص انت حل الاول قبل ما انا احل، حتى لو انت بتسمع الفيديو دلوقتي حل قبل ما انا احل، لان انا بسيب وقت على فكرة. العدد الكتلي غالبا والعدد الذري. غالبا عدد الكتلي كانت ايه؟ فاكر لما خدنا ال Na مثلا 11 او الكالسيوم 20، وقلنا العدد الكتلي بتاعها كانت هنا 40 وعدد الكتلي بتاعها هنا 23. ايه ده؟ اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان العدد الكتلي اكبر من العدد الذري بمرتين. هنا حتى برضو في ال 23 هي اكبر منها بمرتين، لان 11 و11 22 هنا 23 مش هتفرق، بس زادت عنها بواحد، بس هي يعتبر ضعفها. صح صح، اكبر منها مرتين، فغالبا ممكن نقول هو العدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري. هنا لو كان قال الضعف كنت اقول الضعف على فكره، لانه يعتبر غالبا الضعف. طب على فكره ممكن اقول سؤال كمان، ممكن اقول العدد الذري غالبا اقل من او اصغر من العدد الكتلي، فطلعنا من السؤال ده بسؤالين. طيب ما هو عدد البروتونات في نواة ذرة العنصر الأكسجين؟ عدد البروتونات ركز البروتونات في نواة ذرة العنصر الأكسجين 8. هنا مديك العدد الذري زد والعدد الكتلي ايه، واحنا قايلين ان العدد الكتلي بتساوي العدد الذري زائد عدد النيوترونات. طيب بس فين بقى كده البروتونات؟ ما هو يا زكي انا مش قايل لك ان العدد الذري بتساوي عدد الالكترونات بتساوي عدد البروتونات؟ خلاص العدد الذري كام؟ 8، يبقى عدد البروتونات 8 برضو. طيب اهي هنا إذا كانت نواة ذرية تحتوي على 8 بروتونات و8 نيوترونات، فما هو عدد الإجمالي لجسيمات في هذه الذرة؟ طيب قال لك هنا عدد البروتونات، نصغر الهايلايتر شوية اهي، عدد البروتونات وعدد النيوترونات. ما هو عدد الإجمالي للجسيمات في هذه الذرة؟ عدد الإجمالي للجسيمات هنا كده هو عايز العدد الكتلي، كده يبقى هو عايز عدد الكتلي. ثانية نغير القلم، كده هو عايز عدد الكتلي. ليه؟ هو مديك عدد البروتونات ومديك عدد النيوترونات. بص بالحاجة دي بالحب كده، انت كده معاك العدد الذري 8، ومعاك كده العدد قالك في الذرة، انت عارف لو قالك في النواة هتفرق. هو لو قالك قلت لك تفرق، لو قالك عايز العدد الجسيمات في النواة، بس انا قالك عدد الجسيمات في الذرة، يبقى هو مش عايز العدد الكتلي. فاكر لما قلت لك الجسيمات الدون ذرية ايه؟ قلت لك هو عدد الالكترونات وعدد البروتونات وعدد النيوترونات، صح؟ هتقولي صح. هنا بقى مديك ايه؟ مديك عدد البروتونات وعدد النيوترونات، واحنا معانا عدد الالكترونات برضه، عدد الالكترونات وعدد البروتونات. انت هتجمع عدد الالكترونات وعدد البروتونات وعدد النيوترونات ازاي؟ ما هو مش قالك جسيمات، والجسيمات دي اصلا هي عدد الالكترونات وعدد البروتونات وعدد النيوترونات لما قلت لك في الدرس، لو مراجع لو مذاكر خلاص. انت هتجمع عدد الالكترونات اللي هي 8 وعدد البروتونات اللي هي 8،
عدد النيوترونات اللي هي 8. دي فكرة كويسة جدا جدا ولازم اتعلم عليها، دي سؤال حلو. ممكن دي ناس اللي مش مركزة تقع فيها جدا، هتقول انا غلطت في ايه. قالك عدد الجسيمات في هذه الذرة، في اي ذرة. لو ما دام اديك العدد البروتونات بتاعتها وعدد النيوترونات بتاعتها، خلاص عدد الالكترونات 8 عشان بيساوي عدد البروتونات، عدد النيوترونات 8 وعدد البروتونات 8. 3 في 8 ب 24 اهو، 8 و8 16، 16 8 تبقى 24، فالاجابة هتبقى 24 باذن الله اهي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال ده حلو جدا. الكتلة النسبية لنواة العنصر، الكتلة النسبية لنواة العنصر مديك هنا اكس 2 على 4، 2 و4، وهنا اكس 6 و12. هنا لما قالك الكتلة النسبية لنواة العنصر اكس 2 و4، الكتلة النسبية للعنصر 6 و12، هنا قالك الكتلة النسبية، فانت بتتعامل على اساس ايه؟ انا هتعامل على اساس الكتلة بتاعتها اللي هي الكتلة العدد الكتلي. العدد الكتلي هو مين؟ 4، وهنتعمل على اساس هنا برضه عدد الكتلي 12، ما دي تبقى دي كتلتها 4 ودي كتلتها 12، احنا كده اصلا حسبناها، دي محسوبة اصلا معمولة. فتبقى هتقسم، هتحط 4 اهو عشان قالك الكتلة النسبية لنوع العنصر، هتاخد 4 وتحطه على ال 12 على الأربعة، على 4 فالواحد، وعلى 4 فالتلاتة، يبقى هتساوي تلت. والقلم ما بيكتبش ليه؟ هتساوي تلت. تلت هو كحكح القلم كحكح، ماشي. تلت ليه؟ انت قسمت الأربعة على ال 12. طيب عنصر ام تدور الالكترونات في 4 مستويات طاقة وتحتوي نواته على 20 جسيم متعادل. هنا قالك عنصر ام تدور الالكترونات في 4 مستويات طاقة، انا قلت لك مادام قالك 4 مستويات طاقة خد 3، مادام حد جاب لك رمز عنصر واحد ام، يبقى اللي قبله اكيد اتملى، يعني عمره ما هيديك رمز عنصر لما يكون اللي قبله مليان. طيب قبله مليان كان ايه؟ ادي كي ال ام، ماشي، كي ال ام 4 مستويات طاقة، ادي ان كمان عشان قالك 4 مستويات طاقة. هنا 4 مستويات طاقة، خلاص يبقى دي مليانة 2 2، وانت بتشيل كام؟ بشيل 8، وانت بتشيل كام؟ بشيل 8. قالك المستوى الطاقة الأخير بيشيل كام؟ اللي هو ان. وكان عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير نصف عدد الكترونات مستوى الطاقة الأول. مستوى الطاقة الأول كان ايه؟ كان كي. ومستوى الطاقة الأخير كان ايه؟ كان ان. قالك نصه الاتنين كان ايه؟ نص الاتنين ايه؟ واحد بس. فعدد الكتل بتاعه كام؟ عايز عدد الكتل بتاعه. احنا عدد الكتل بتساوي ايه؟ عدد الكتل اللي هو ايه؟ بتساوي العدد الذري زائد عدد النيوترونات. عدد النيوترونات دي متعادلة الشحن. ايه ده؟ اهي، ده هو محطوط اهي، ما انت ما خدتش بالك. وهتقولي جبتها منين؟ اهي تحتوي نواته على 20 جسيم متعادل. قال لك جسيم متعادل، تعرف ان دي نيوترونات. طب تمام، النيوترونات 20، نحط ال 20. والعدد الذري اجمع بقى، 2 و8 10، 10 و8 18، 18 واحد 19 اهي 19، 20 و19 39، يبقى الإجابة 39. برافو عليك يا هندسة، دكتورة. نيجي على الصفحة اللي بعدها، نيجي على الصفحة اللي بعدها. هنا بسم الله، أي مما يلي يدل على أن ذرة العنصر متعادلة الشحنة. هنا احنا لما فاكر لما كلمة قلت لك علل آه النواة أو الذرة متعادلة كهربيا، ليه؟ لأن عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات. خلاص شوف اي عدد الكترون بيساوي عدد البروتون، عدد الالكترون بيساوي عدد البروتون، ده عدد النيوترون وده بروتون. لا غلط، ما تنفعش، ما تنفعش. ودي تنفع. ثانية افعل القلم. اهي عدد البروتون لا، ولا عدد النيوترون. المفروض عدد الالكترون بيساوي عدد البروتون، عدد الالكترون بيساوي عدد البروتون. عندك الكروم، الكروم عدد البروتون بيساوي عدد الالكترون. خلاص فدي الاجابة صح كده، برافو. نعمل بالهايلايتر، هي دي الاجابة. طيب تمام. اي من الذرات التاليه يكون عدد النيوترونات فيه نواة تضاعف عدد البروتونات. عايز عدد النيوترون ان بتساوي ضعف عدد البروتون اللي هي بتساوي 2 بي.
حاول انك انت تفصص كل كلمه. خلاص هنشوف هنا. طب العدد النيوترونات بتجيبها ازاي؟ عدد النيوترونات قلنا عدد النيوترون ان بتساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري، ينقص اللي فوق من تحت. انا دي ده يا عم، عدد الايه الذري ناقص اللي فوق من اللي تحت. ادي اللي فوق اهي، واحد ناقص واحد زيرو. لا خلاص على كده مفيش عدد نيوترونات، يبقى دي غلط. 3 ناقص واحد 2، والاتنين دي كده عدد الذري 2، عدد الذري بتساوي 2. والعدد اللي اسمه ده عدد البروتون، عدد النيوترونات ركز يا هندسة، أنا اصلا بصور بعد ما انا صورت الدرس على طول. عدد النيوترونات بتساوي 2 والعدد الذري بتساوي 1. هو قالك عايز يكون العدد النيوترونات في نواتها ضعف عدد البروتونات. عدد النيوترونات ايه؟ بتساوي 2 من الواحد دي. صح صح خلاص. يبقى دي بالمناسبة هي اتش دي 3 على 1 دي ايه؟ ايوه التيوتيريوم. طب و اتش 1 على 1 البروتيريوم. طب وال اتش اللي هو 2 على 2 1 ديت التريتيوم. برافو عليك. طيب كتلة 1836 الكترون تعادل تقريبا كتلة ايه من البروتون؟ ها هي تساوي واحد. طب ازاي؟ على فكرة السؤال ده جامد جدا جامد جدا جامد جدا. ليه؟ هنا كتلة الالكترون كانت 1 على 1836. صح صح تمام تمام. والعدد وكتلة البروتون واحد. هل دي هتساوي دي؟ لا. فعشان كده قال لك ان كتلة 1836 الكترون اهي، 1836 الكترون تعادل تقريبا كتلة دي. ثانية انا فاهمك بحاجة كمان، ثانية هنا هقول لك انا على حاجة. قال لك 1836 الكترون، شيل الالكترون وعوض عنها بكتلتها. انا عايز اجيب لك حاجة صغيرة. بص انا عايز اكبر الحاجة شوية عشان خاطر انا عايز اتكلم فيها حاجة حلوة يعني. نكبر ونصغر الخط. هنا قالك 1836 الكترون. انا قلت لك هتساوي واحد من كتلة البروتون، صح؟ البروتون. هتقولي صح. هنا بقى انا عايز اقول لك حاجه، شيل كده الالكترون، شيل الالكترون وعوض عنها بكتلتها نفسها. هتلاقيها 1/1836 مضروبة في 1836 برضو. لما تيجي تضرب الاتنين في بعض هتلاقي 1800، انا بحاول اجيبها بابسط حاجة، 1836 على 1836 هتساوي لك ايه؟ هتساوي لك واحد من البروتون اهي. صح؟ ايه ده؟ شفت انا عشان كده بقول لك 1836 الكترون. 1636 من الالكترون بتاعها لازم أن تكون 1636 من الالكترون هتتضرب في كتلة الالكترون نفسه، في كتلة الالكترون نفسه اللي هي 1 على 1836 فهساوي واحد من البروتون. اظن ان انا وضحت يعني توضيح يعني حلو خير يعني. خلاص الاجابه كانت دي. هنا نغير اللون ونغير الخط، نكبر الخط. كانت الاجابه دي ماشي. وهنا قلنا واحد. طيب قلنا واحد. اكمل العبارات التاليه. يرمز عنصر الكربون رمز ايه؟ ها سي. برافو عليك. عنصر الصوديوم ان ايه؟ الله ينور. ابتدي ايوه تفاعل معايا. يعد نموذج مين اول نموذج ظهر على اساس تجريبي؟ ها كان مين؟ رازرفورد اهو، فورد الله يرحمه. التركيب المادة من وحدات بنائية، تعرف بالايه؟ بالجزيئات. ووحدات اصغر وبتتكون الجزيئات تتكون وحدات اصغر تسمى الذرات. تمام. تحتوي نواة الذرة على نوعين من الجسيمات. نواة الذرة مش الذرة. تمام. تحتوي على ايه؟ تحتوي على بروتونات موجبة
ونيوترونات متعادله موجبه وسالبه. تعرف لو قال لك شال لك النواه دي وقال لك تحتوي الذره، اقدر اقول على انها تحتوي على الكترونات وبروتونات ونيوترونات. تمام. تدور الالكترونات حول النواه بسرعات ايه؟ فائقه. لازم تقول كلمه فائقه دي. في مدارات وهميه تسمى ايه؟ قال لي بتساوي مستويات الطاقه. مستويات الطاقه. تمام. هنا البروتونات جسيمات ايه؟ البروتونات جسيمات موجبة. بينما الشحنات النيوترونات تسمى متعادل. تمام. العدد الكتلي اللي هو عدد النيوترونات بتساوي ايه؟ احنا قلنا العدد الكتلي اللي هو ايه؟ بتساوي العدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، او عدد الذري زائد عدد النيوترونات، او عدد الالكترونات زائد عدد النيوترونات. كله صح. طب تمام. يرمز العدد الذري برمز ايه؟ برمز الزد، ويكتب اسفل يسار العنصر. اسفل يسار العنصر، رمز العنصر الذي تحتوي نواة ذراته على 3 بروتونات و4 نيوترونات يكون العدد الذري بتاعه ايه؟ وعدد الكتل ايه؟ ان العدد الذري اللي هو زد، العدد الذري بيساوي عدد البروتونات كلها. تمام. اللي هو مين؟ 3. خلاص عدد البروتونات، لان احنا العدد الذري بيساوي عدد البروتونات. وعدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. عدد البروتونات اهي وعدد النيوترونات اهي. 3 و4 و3 7. بس كده. طيب هتقول 7 ايه؟ ما انت لازم تعوض عنها ايه؟ 7 نيوكلون. ماشي، 7 نيوكلون. وهنا العدد الذري بتاعه 3. ممكن تقول 3 الكترون، او 3 جسيم عادي. تمام. او 3 بروتون. تمام. عندما يتساوي العدد الذري مع العدد الكتلي فإن هذا يعني عدم وجود. قال لك عدد ذري يساوي عدد كتلي، بس عدم وجود ايه؟ والله سؤال برضو اتقال قبل كده. عدم وجود ايه؟ نيوترونات. ثانية صح. نيوترونات. ليه؟ ما تعدد الكتلي بس زي العدد الذري. امال العدد الكتلي مش قلنا العدد الكتلي اللي هو الايه بتساوي العدد الذري زائد الان؟ قال لك دي بتساوي دي، يبقى دي كانت بصفر، ما لازم كده يعتبر دي ثابته صفر. طيب يتشابه الجسيم البروتون مع جسيم النيوترون في ايه ولكنهم يختلفوا في ايه؟ معايا؟ جاوب. اقول لك بقى، انا بيتشابه عدد الجسيم البروتون، بيشبه الجسيم البروتون مع جسيم النيوترون في ايه؟ في الكتله. فاكر لما كان هو واحد يو الكتله؟ بيختلفوا في ليه؟ في الشحنه. الله، ازاي؟ ما هي لما قلت لك على فكره، انا قلت لك قبل كده لما قلت لك الجسيمات الدون ذريه صغيره جدا لكنها بتختلف في الرمز والشحنه والكتله، صح؟ وقلت لك الحاجه الوحيده اللي بتشبه فيها اللي هي الكتله، اللي هي مين؟ عدد البروتون مع عدد النيوترون، اللي هي 1 يو. ولكن بيختلفوا في الشحنه، البروتون موجب والنيوترون متعادل. طب تمام. تتركب الذرات من وحدات اصغر تسمى الجزيئات. تتركب الذرات من وحدات اصغر تسمى الذرات، تسمى الجزيئات. غلط. الاجابه غلط. لا ما ينفعش اصلا. المفروض تكون تتركب النواه من وحدات اصغر تسمى الجزيئات. طيب تقدر كتله الجسيمات الدون ذريه بوحده الكتله الذريه اللي هي الجرام. غلط جامد. بالوحده اليو، على اساس انها الام يو دي، فاكرها؟ اسمها دي وحده الكتله الذريه. طب يكتب عدد الذري اعلى يسار رمز العنصر؟ لا، ده العدد الكتلي. غلط. استخدام المفرد الاسمده الزراعيه يؤدي لتحسين الانتاج الزراعي؟ لا، هيؤدي الى ضرر الانتاج الزراعي، فالاجابه غلط برضو. ذره التي تحتوي على 13 بروتون و14 نيوترون و13 الكترون متعادله كهربيا. بص، المتعادله كهربيا بتبقى ايه؟ بتساوي عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. يعني مالكش دعوه عدد النيوترونات دي خالص، تشيلها من دماغك. عدد البروتون زائد عدد الالكترون، صح، يبقى الاجابه صح. بس هو ده عشان خاطر يشتتك بس، عشان يقول لك لا تقول مش واضح الكهرباء عامل غلط، هيقول لك لا غلط، انت اللي غلط. المفروض القانون كان بيقول لك ايه؟ بيقول عدد البروتونات زي بتساوي عدد الالكترونات لو عايزها تكون متعادله كهربيه. طيب النواه المتعادله الشحنه بينما الذره موجبه الشحنه. النواه متعادله الشحنه بينما الذره موجبه الشحنه. غلط، ده العكس. ده المفروض نقول ان النواه موجبه الشحنه والذره هي اللي متعادله الشحنه، فالاجابه غلط. يتساوي عدد البروتونات مع عدد الالكترونات في جميع ذرات العنصر. صح.
ده احنا بنطبقها اصلا. عدد الالكترونات بتساوي العدد البروتونات بتساوي العدد الذري. معايا؟ صح صح كده وفوق. يلا. يا ماشي. هنا قال لي اكتب المصطلح العلمي تدل على كل عباره: كل ما له كتله او حجم مؤشر حيز من الفراغ. الله، دي اشاره الكتله والحجم مش حيز من الفراغ. دي مش بتفكرك بحاجه، مش بتفكرك بكلمه الماده. هتقول لي اه، اقول لك صح. وحده بناء تركيب جميع المواد. هتقول لي الخليه. الخليه هتقول لي اه، اقول لك مش الخليه. الخليه دي وحده بناء تركيب الكائن الحي، لكن ديت الذره. عنصر يدخل في تركيب الاسمده ويلزم لتقويض الجذور. احنا قلنا اول ما تشوف كلمه الاسمده تعمل ترسم ان بي كي. الان بيعمل على ايه؟ قال لي بيعمل على الاخضرار. والبي الفوسفور بيعمل على ايه؟ بيعمل على تقويه الجذور اهي. هي دي الفوسفور، دي الاجابه. والكي بيعمل على ايه؟ بيعمل على النمو الصحي. انت بتحاول تفكر نفسك برضو. تمام. ننقل على الصفحه اللي بعدها. هنا قال عدد البروتونات، ننزل بيه لتحت. عدد البروتونات داخل نواة الذره يرمز لها برمز زد. عدد البروتونات داخل نواة الذره بيرمز له برمز زد، ويكتب اسفل يسار رمز العنصر. ده ايه؟ قال لك بيرمز رمز زد. دي سهله اصلا، ده يساوي العدد الذري. العدد الذري. ليش الذري؟ تمام. طيب، مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات لنواة ذرة العنصر رمز له برمز ايه؟ اللي هو مين؟ العدد الكتلي. ادي الكتلي. طيب، جسيمات الشحنة. الله الله الله. هنا جسيمات شحنتها سالبة تطير حول النواة بسرعة فائقة. ده الالكترونات. انا بعملها بكده عشان خاطر بعملها برموز عشان خاطر اوفر اللي هو الوقت الكتابه. انت تكتبها، انت لازم تكتبها بالعربي اللي هي الالكترونات. جسيمات موجبه الشحنه توجد داخل نواه الذره موجبه. عدد البروتونات الموجبه هي البروتونات الموجبه. جسيمات متعدده الشحنه داخل نواه الذره دي النيوترونات. يابا يا سيدنا، الفرق بين عدد الكتل والعدد الذري في النواه اللي هو مين؟ الفرق ما بين العدد الكتلي والعدد الذري اللي هو عدد النيوترونات برضه. عدد الكتلي ناقص العدد الذري يديك عدد النيوترونات. تمام تمام. هنا بيقول لك علل. اتفق العلماء في التعبير عن العناصر برموز كيميائيه. قال لك ايه؟ لتسهيل التعامل معاها. هتقول لي تسهيل عمليه التعامل معها، خاصه في المعادلات الكيميائيه. في المعادلات الكيميائيه. طيب، نواة الذرة موجبة الشحنة. نواة الذرة موجبة الشحنة لأن، هتقول كده، أنا هقول لك لأن عدد النيوترونات، لأن النيوترونات بتساوي صفر. هتقول كده إن عدد النيوترونات بتساوي صفر وعدد البروتونات موجبة الشحنة. تاني هقولها لك بلغة تانية برضه هي فصحى. هتقول لأن عدد النيوترونات متعادلة الشحنة، فهتقول بتساوي صفر. إلى أن هو تقول كده. بعد كده بعد ما تقول كلمتين دول هتروح قايل وعدد البروتونات موجبة الشحنة بس. الذرة متعادلة الشحنة كهربيا ليه؟ هتقول ان عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات بس، مفيش اكتر من كده ولا اقل. رمز عنصر الصوديوم ان ايه وليس اس او كما متوقع. هتقول ايه؟ لان احنا واخدين باللاتيني. هتقول لانه يتم اتخاذه باللغة اللاتينية. يتم اتخاذه باللغة اللاتينية. طيب، عدد الكتلي. السؤال اللي بعده يعني 5. عدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري. ليه؟ هتقول لنا عدد الكتلي اللي هو ايه بتساوي عدد الذري زائد عدد النيوترونات، لكن العدد الذري بتساوي عدد البروتونات بس. فاهمني؟ طيب، نرجع تاني نقول العدد التاني من الاول. لو عايز تكتب انت بقى باللغه فعلا اللي هو اللغه العربيه بالظبط. عادة تاني. اتفق العلماء في التعبير عن العناصر برموز كيميائية. هتقول التسهيل التعبير عنها، او ليمكن التعبير عنها اهو، ليمكن التعبير عنها ويسهل التعامل معها خاصة في المعادلات الكيميائية. تمام. ادي اول سؤال. نواة الذرة موجبة الشحنة. هتقول لان عدد النيوترونات، لان النيوترونات متعادلة الشحنة مساوية للصفر او تساوي صفر، والعدد البروتونات
موجبه والبروتونات موجبه، شحنتها موجبه، هتقول شحنتها موجبه. طيب الذره متعدده الشحنه الكهربيه، ليه؟ هتقول لان عدد الالكترونات عدد البروتونات الموجبه تساوي عدد الالكترونات السالبه التي تدور حول النواه. طيب رمز العنصر الصوديوم عملناه بالان ايه وليس باس او كما متوقع، هتقول لوجود اختلاف اسم العنصر باللغة الإنجليزية عن اللغة اللاتينية، فيتم اتخاذ أو تسمية العنصر أو اتخاذ رمز العنصر باللغة اللاتينية. لكن لو في، طبعا دي بعيد بقى عن الإجابة دي كده، الإجابة خلاص هتقول، لكن أنا بشرح لك بقى لو كان في اتفاق ما بين اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية فبناخد اللغة الإنجليزية، مفيش أي مشكلة. تمام تمام. العدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري، هتقول ان العدد الكتلي، هتكتب كده ولان العدد الكتلي تساوي العدد الذري او عدد البروتونات زائد عدد البروتونات موجبة الشحنة زائد عدد النيوترونات المتعددة الشحنة. طيب ماذا يحدث؟ عدم احتواء نواة ذرة العنصر على النيوترونات. اكتب ورايا عشان خاطر انا لو كتبت مش هيبقى في مساحة. طيب عدم احتواء النواة الذرة العنصر على النيوترونات، هتقول ايه اللي هيحصل؟ ده كده ماذا يحدث. بص سؤال ماذا يحدث يعني ايه النتيجة، هي تعتبر ما النتائج المترتبة على، او ايه اللي هيحصل لو نواة ذرة العنصر ما احتوتش على نيوترونات. انت شوفها، هقول لك انا افهمك برضو. اللي عندك مثلا ديت العنصر ده مثلا عنصر معين، لقيت هنا مثلا عدد الذري بتاعه 2 وعدد الكتل بتاعه 4. انت عرفت تحسب عدد النيوترونات؟ لان العدد الكتلي بتساوي عدد الذري، عدد الكتلي اللي هو الايه بتساوي العدد الذري زائد عدد النيوترونات. طبعا عايز عدد النيوترونات، هتطرح العدد الكتلي من عدد الذري، طبعا هتودينا عدد النيوترونات بتساوي 2. وجود النيوترون هيخلي دايما العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. طيب في حالة عدم وجود نيوترونات ايه اللي هيحصل؟ هتتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي، فهتقول كده عدم احتواء نواة الذرة العنصر على النيوترونات هتقول يؤدي الى تساوي العدد الكتلي مع العدد الذري. تمام تمام. تتساوي العدد الذري مع العدد الكتلي في ذرة عنصر الهيدروجين، هتقول له ايه؟ هي نفس الاجابه بتاعت السؤال الاول، هتقول لعدم احتواء نواة ذرة العنصر على النيوترونات، اهي اجابتها في دي. يعني اجابه السؤال 2 في سؤال واحد والله العظيم. طيب الاستخدام المفرط للاسمده في الزراعه ايه اللي هيحصل؟ انا فاكر لما قلت لك القضيه اللي فاتت، انا قلت لك انها هتؤدي الى بالسلب، ضروره هتؤدي بالسلب علينا ككائنات حيه وكنبات. تمام تمام. هتروح طب عايزينها بقى باللغه العربيه كده عشان خاطر نعرف نكتبها في الامتحان. بص هتقول انت كده استفدت، انت عرفت ان هو بيضر البيئه كلها وبيضر كل حاجه، فتروح ليه هيؤدي الى ضرر للبيئه وضرر للنبات وضرر للكائنات الحيه والحيوان والانسان بس، ويؤدي الى قتلهم والى موتهم. تمام كده هو اصلا كده يعتبر هيضر البيئه فعلا، هيضر البيئه فعلا لانه هيضر النبات، الكائنات الحيه هتاكل من النبات ان هم هيتضروا، ومش النبات هيموت بس، ده الانسان هيموت وكل حاجه هتموت، التربه هتبوظ، هيضر التربه برضه. صح صح. طيب اكتب رمز الكيمياء للعناصر الذاتيه. الكربون رمزه ايه؟ سي، برافو عليك انت حافظ. النيتروجين رمزه ايه؟ ان، الله ينور. الكلور برافو عليك سي ال، بتعرف تشوف كويس عندك في المذكره، الله ينور. الكروم الكروم سي ار، برافو. طيب اكتب اسم العنصر الذي يعبر عنه رمز الكيمياء التالي. الحاجه دي سهله جدا جدا جدا. السي يو ده ايه؟ ده النحاس. الكي ده البوتاسيوم. لازم تحفظ الرموز العناصر، والله العظيم حفظها كان ما كانش سهل وما كانش صعب برضه، لانك انت مع التمرين هتلاقي نفسك حفظتها والله. لان ايه ده؟ الصوديوم ده اصلا ده يعتبر انه محور اصلا الكلام كله. صوديوم صوديوم. الاف اي ده الحديد. طيب ايه ده؟ فين اهو. ما المقصود بكل من الماده؟ بس عشان خاطر مفيش مساحه فاحنا اصلا عرفناها قبل كده. الماده قلنا كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. صح صح. طب الذره وحده بناء تركيب جميع المواد. طب النواه تعرف النواه ايه؟ تمام. طيب الذره ممكن على فكره نعرفها تاني، ممكن نعرفها بطريقه تانية. احنا قلنا انها وحده بناء تركيب جميع المواد، صح. ممكن نقولها على فكره هي اصغر وحده بنائيه للماده. تمام.
عشان خاطر لو لقيتها مثلا ولا حاجه ما تقولش انا ما قلتش. طب النواه، هتقول ممكن نقول ان ده حيز صغير يوجد في مركز الذره، وبيحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات متعددة الشحنة. طب العدد الذري، العدد الذري دي بتساوي عدد البروتونات موجبة الشحنة التي توجد داخل نواة ذرة العنصر. طب العدد الكتلي، مجموع عدد البروتونات الموجبة داخل ذرة نواة العنصر مع عدد النيوترونات المتعادلة داخل نواة ذرة العنصر. أو ممكن تقول العدد الذري زائد العدد النيوترونات متعدد الشحن داخل ذات نواة العنصر، او بتساوي عدد الالكترونات سالبة الشحن التي تدور حوالين النواة، تدور حول النواة، زائد النيوترونات متعددة الشحنة التي توجد داخل نواة ذرة العنصر. طيب هنا بيقول لك اسئلة متنوعة. اذكر العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب كل من. انا عايز عدد الكتل لذرة العنصر. العدد الكتلي اللي هو الايه هتقول بتساوي العدد الذري زائد العدد النيوترونات او عدد البروتونات او عدد الالكترونات. مفيش فيها حاجه، بس اكتب باللغه العربيه بقى، او تكتب باللغه العربيه وتكتب فوقيها الرمز بتاعها عشان بتاخد درجه كامله. عدد النيوترونات في نواه ذره العنصر، عدد النيوترونات ذره نواه العنصر هتقول عدد النيوترونات هتساوي عدد الكتلي ناقص العدد الذري، او ناقص عدد البروتونات او ناقص عدد الالكترونات، مش فارقه. طيب في الشكل المقابل اكتب ما يدل عليها الرموز. الايه ايه اللي بتبقى موجود اعلى يسار العنصر وبيرمز له برمز ايه؟ ده العدد الكتلي. طب والزد اسفل يسار العنصر ده، زد ذري. والله حلو. الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي، ده عدد النيوترونات. هو برضه على فكره عارف الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي؟ هيقول لك هو ده العدد النيوترونات. لما يقول لك اذكر علاقه رياضيه بين العدد النيوترونات وذات عنصر، هتقول الفرق بين العدد الكتلي ايه هو العدد الذري ناقص العدد الذري. طيب كده الصفحه خلصت، نيجي على بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. عنصر اكس تحتوي نواة ذرته على 20 جسيم متعادل الشحنه وعدد نيوكليوناته في 39. نكتب بقى، لا ده احنا لازم نكتب، ولازم نوضح كل كلمة في الجملة دي. تحتوي نواة ذرته على 20 جسيم متعادل. 20 جسيم متعادل ليه؟ المتعادل اللي هو ده النيوترونات، وعدد نيوكليوناته اللي هي النيوكليوناته ديت العدد الكتلي. طيب انا بعلي الصوت عشان خاطر تسمعني وعشان خاطر تتفاعل معايا. فيه 39 نيوكلون. طيب ما عدد جسيمات سالبة الشحنة في نواة في هذه الذرة؟ نعمل الاكس كده، وقال لك عدد النيوترونات بتساوي 20 والعدد الكتلي بتساوي 39 هنا. طب انا ممكن اجيب العدد الذري. على فكره العدد الذري بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. وتكتب كده على فكره، لازم تكتبها. لو جالك مقالي وفي المقالي هتجيلك تعمل ايه؟ هتكتب كده العدد الذري، هتكتب العدد الذري اللي هو الزد هيساوي العدد الكتلي ناقص عدد النيوترونات. اكتبها بالان هنا عشان خاطر مفيش مكان. تمام. وتعوض العدد الذري هتكتب زد هتساوي العدد الكتلي 39 ناقص العدد النيوترونات بيساوي 20. 39 ناقص 20 المفروض العكس بقى بالانجليزي بقى عشان عاملين بالانجليزي. ثانيه كده انت بنعمل 20 كده 39 ناقص 20 هيديك كام؟ هيديك 19. تمام. ده كده انا بس بقول لك انت ازاي تكتب. انا هتعلم الكتابه دي بعدين، تمام، بس انا عايز اعرفك ازاي تعرف تحل. تمام كده احنا جبنا العدد الذري. العدد الذري كام؟ العدد الذري زد بتساوي 19. طب هو قال لك انا عايز عدد الجسيمات سالبه الشحن. الجسيمات سالبه الشحن دي الالكترونات. ما انت برضه لو مركز معايا انا قايل لك العدد الذري بتساوي عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات السالبه وعدد البروتونات الموجبه. تمام خلاص. العدد الذري كام؟ العدد الذري 19، عدد الالكترونات 19. اكتب 19 يا ابني، ايه المشكله؟ بس 19 الكترون بقى، ماشي. 19 الكترون لازم تعرف الوحده بتاعتها ايه. اكتب رمز هذا العنصر متضمنا اعداد الزد والايه. رمزه ايه؟ هو 19 عدد زائد 19 و 39. ده بيفكرك بمين؟ بيفكرك بمين؟ برضه مش هقول. هنيجي نرمز لها برمز اكس عادي. تمام يلا. طب ما تقول اسمها. لا اللي انت هتاخد اصلا في الدرس اللي بعده، فما تستعجلش على رزقك.
تمام. خلاص قلنا على دي 19 ودي هنقول عليها اكس 19 39. تمام. على فكرة الضغط. طيب الشكل المقابل يمثل شبها لنموذج الذرة. ايه بقى؟ دي النحل بيمثل دي الدايرة، والخلية دي بتمثل خلية النحل دي بتمثل اللي هو يعتبر النواة. صح. يمثل النحل الخلية عدد الالكترونات السالبة اللي بتدور حول النواة. يعني دي النحل بتمثل عدد الالكترونات السالبة اللي بتدور حول النواة، والخلية بتمثل نواة الذرة. سهلة ومش مستاهلة. تمام. نرجع لتوزيع الكترون للعناصر ومدار العنصر. عايز تريح شوية؟ تمام، وتفصل بعد كده تيجي تكمل. تمام. كده انا هخلص دي على طول. وفي حاجه اسمها اختبار بنفسك، انا مش هحلها في الدرس اللي جاي بقى عندنا بقى في التليجرام بقى في المنصه. طيب عدد مستويات الطاقه في اثقل الذرات المعروفه كام؟ اثقل الذرات المعروفه 7. اظن دي مش فيها حاجه. يتم حساب عدد الالكترونات التي يتشبع بها اي مستوى يتشبع بها اي مستوى طاقه الاربعه من العلاقه ايه 2n تربيع. لو انت مركز، مستوى الطاقه الاخير للذره لا يتحمل اكثر من ايه الكترونات باستثناء مستوى كي، يتحمل اكتر من 8 الكترونات، وانا حلتها لك. النظير الوحيد الذي لا تحتوي نواته على اي نيوترونات اللي هو الهيدروجين 1 اللي هو مين؟ البروتيوم. اوعى تقول لي التيوتيريوم عشان انت بتتلخبط. طيب يملأ المستوى ام قبل المستوى مين؟ قلناها برضو في الاسئله. هتيجي ترسم المستويات الطاقه كي ال ام ان كي ال ام ان. هل الام هيتملي بدل قبل ال؟ لا، هيتملي قبل الان. ال لا، ولا الكي، ومفيش حاجه اسمها ايه اصلا، فتطلع الان. طيب يتشبع مستوى الطاقه الثالث ام بعدد الكترون كام؟ هتطبق العلاقه 2 ان تربيع عشان قالك يتشبع، عشان خاطر لو قلت 8 والله جزمه برباط والله العظيم لو قلت انها 8. طيب مستوى الطاقه 3 كام؟ 3 هنعوض عن الان ب3، وهتقول 3 تربيع 3 في 3 ب9، 2 في 9 ب18، هيتحمل 18 الكترون. انا بعلمك المفروض تكون حافظها برضه. هتبقى 2 8 18 32. طيب ما العدد الذي تتفق فيه كل ذرات العناصر كل ذرات نظائر العنصر الواحد؟ بيتفق في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. وايه العدد الذري؟ ما ينفعش العدد الكتلي اصلا ولا عدد النيوكليونات لما شبه بعض. العدد الذري بيتشابه في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. العدد الذري بيساوي عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات. عندك عدد الالكترونات نختارها. اظن دي انا قعدت اشرح وازيد في الكلام ده كله، المفروض تكون بقى دخلت الدماغ وشغل في صوص السفان دي اللي معايا دي. يلا. هنقول عنصر مستوى الطاقة الخارجي له 8 يحتوي على الكترونين، فإن هيكون عدد الذري كام؟ أنا قلت لك ما دام اداك رمز مستوى طاقة يبقى اللي قبله اتملى. عندك الام قبله ايه؟ قبله ال قبله ايه؟ قبله كي، يبقى دول مليانين. بياخد 8 وبياخد 8 ياخد 2 و8. والام قالك بيحتوي على الكترونين، يبقى ده ايه؟ ده 10 وده 12. ده الام جي ده المغنيسيوم اهي 12 ايه عدد الذري بتاعه 12. اجمع. كل ما تجمع ده بيساوي العدد الذري وبيساوي عدد الالكترونات وبيساوي عدد البروتونات. انا عمال اعيد وازيد. عدد عنصر مستوى الطاقه الخارجي له ام اهو بيحتوي على ضعف عدد الالكترونات مستوى الطاقه الاول، فيكون عدد الذري بتاعه ايه؟ ارسم ادي 1 2 3 ده الام ده ال ده الكي كام؟ 2 ال 8. قال لك الام بيحتوي على ضعف مستوى الطاقه الاول. مستوى الطاقه ايه؟ 2 ضعفه كام؟ ضعفه 4 اهي 8 و2 10 10 و4 14. الاجابه 14. المفروض تحل قبل ما انا احل الاول. تحتوي نواة ذرة البوتاسيوم على 19 بروتون او 19 الكترون او العدد الذري بتاعه 19، وتكون طاقة الالكترون فيه اكبر ما يمكن في مستوى الطاقة كام؟ في مستوى الطاقة اخر مستوى طاقة تقدر توزع فيه. ازاي هنوزع؟ 1 2 ادي كي ال ام. الكي هيحتوي على 2. ال هتشيل كام؟ هشيل 8. اتفضل كام؟ اتفضل 9. هتحط 8 تفتح مستوى طاقة جديد اللي هو الايه؟ نمسح الحاجات دي. تفتح مستوى طاقة جديد كي ال ام ان. انت شلت كام؟ 18. فاضل كام؟ فاضل واحدة. فهيقول تكون طاقة الالكترون في اكبر ما يمكن في مستوى الطاقة كام؟ احنا قلنا كل ما ابتعدنا عن النواة كل ما زادت طاقة الالكترون. ادي النواة. شوف ابعد حاجة ليه ايه؟
هل الكي؟ لا. ال بعيده بس مش في ابعد، في ابعد، في ابعد من كده، في ان. خلاص يبقى هو الان اللي مستوى الطاقه رقم كام؟ مستوى الطاقه الرابع. طيب اهو. اذا كان لديك عنصر تحتوي اذا كان لديك عنصر تحتوي نواه ذرته على 6 بروتونات، او عدد الذري بتاعه 6، وعدد النيوترونات بتاعه 6، فهو نظيره محتمل ايه؟ نظير يتشابه في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. يتشابه في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. خلاص قالك النظير يتشابه في العدد الذري، ده العدد الذري بتاعه 14، لا الغيه خالص. ممكن يختلف في العدد الكتلي. عايزين نحسب العدد الكتلي. العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد الالكترونات، عدد النيوترونات، او العدد الذري زائد عدد النيوترونات. عدد الذري كام؟ 6، او عدد البروتونات 6 زائد نيوترونات 6، كده 12. عايز نظيره بيختلف في العدد الكتلي، يعني ممكن 13، ممكن 14، ممكن 14، 15، مش هتفرق. عندك كام؟ في 6 و6، غلط، ده كده مشابه ليه. ده كده مشابه ليه، لا غلط، ده كده مفيش نيوترونات اصلا. 12، لا ده كده مشابه ليه، لا احنا كده مش عايزين مشابه ليه، احنا عايزين نظيره. 14 و6 صح، ده كده نظيره لانه بيتشابه في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. طيب كتلة نواة نظير التريتيوم اللي هو مين؟ اللي هو اتش 1 3 تساوي كام؟ كتلته ايه؟ اللي هو هقول لك انا دلوقتي. بص، هنا كتلة نواة نظير التتريوم ده سؤال يعني ايه حلو قوي، حلو 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 حلو، اعمل عليه كام خط. عايز كتلة نواة، كتلة النوى، تمام، كتلة النوى اعيد كتلة النوى. والنواة بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على بروتونات وبيحتوي على نيوترونات، اللي هو مين؟ العدد الكتلي اللي هو مين؟ اللي هو 3. خلاص حط 3. ايه ده؟ ايه السهولة دي؟ شفت السهولة؟ عشان انت بتركز في كل كلمة. طيب اللي بعده، اي نظائر التالية تكون كتلتها اكبر على 20 جزء. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة مش مظبوطة في السؤال. السؤال فيه لخبطة. بس هو كده اي النظائر التالية تكون كتلتها اكبر، على حسب ما هو لغاية دلوقتي هنا قال لحد هنا كده، مالهاش دعوة بالكلام ده كله. تمام، بلاش الكلام ده كله. عايز اي النظائر يكون كتلتها اكبر. البروتيوم الكتلة بتاعتها 1، التريتيوم الكتلة بتاعتها 3. فانا اقدر اقول عليها هي دي. ده بص، يعني لو احنا تجاهلنا ده كلها، فالنظائر بتاعتها انا شايف ونشيل دي كمان الاختياري ده كله. في اختيار ومدين الاختيارين دول الف وجيم، انا هختار جيم لان كتلتها 3 اللي هي كتلة النواة. تمام. طيب عنصر تتوزع الكترونات ذرته على 3 مستويات طاقة. توزعت 3 مستويات طاقة، ويضيف مستوى الطاقة الخارجي له 3 الكترونات. خلاص نرسم ال3 مستويات الطاقة اللي هو قال عليهم، ادي 1 2 3، وقال مستوى الطاقة الأخير بياخد 3 الكترونات. خلاص يبقى اللي قبل 8 وقبلها 2 اللي هو مين؟ ادي كي يعني انا بتعامل دلوقتي مع انك انت فاهم خلاص واتعودت. بيحتوي على نواة على 14 نيوترون. ويكون عدد الكتل اللي كام؟ انت ممكن تحسب العدد الذري دلوقتي اهو. 2 8 10 10 و3 ادي كده 13، ده العدد الذري. هتجمعه عدد مع ال 14 اللي هو عدد النيوترونات هيديك 27. تاني قالك عنصر تتوزع الالكترونات ذرته في 3 مستويات طاقه. اعمل خط، اعمل دايره على 3 مستويات طاقه وكمل الجمله. يدور في مستوى الطاقه الاخير له 3 الكترونات. خلاص ما دام بيدور الذرات مستوى الطاقه الخارجي لذراته 3 الكترونات، كده عملت عليه دايره. كمل جمله. بيحتوي على نواته على 14 نيوترون، اعمل عليه دايره. كده انت جمعت معطياتك. هتطبق. هعمل 3 مستويات طاقه واكون حافظهم كي ال ام ان او بي كيو. 3 مستويات طاقه كي ال ام ان كي ال ام. تمام. قال لك المستوى الطاقي الخارجي اللي هو بيمتلئ ب3 الكترونات بس، بيتشابه مشغول ب3 الكترونات. خلاص يبقى اللي قبليه اكيد اتملى اللي هو ال والكي. تمام. طب انا عايز العدد الذري. انت كده اوريدي العدد الذري معاك موجود اللي هو 2 8 3. هي الفكره في السؤال ايه؟ ان لما قال لك 8، قال لك الام مستوى الطاقه ام اللي هو رقم 3 بيتحمل 3 الكترونات، بيشيل 3 الكترونات دلوقتي. الفكره في انك انت تكون عارف ان اللي قبله ممتلئ، ده الفكره. تمام. طيب الشكل التالي يوضح تركيب ذرة اكس. ما الرمز المعبر عن هذه الذرة؟ كده احنا معانا كده معانا 6 الكترونات. ادي الكترون وادي الكترون وادي الكترون وادي الكترون وادي الكترون وادي الكترون. معانا كده 6 الكترونات، يعني معانا 6 بروتونات، يبقى معانا 6 في العدد الذري. طيب ما الرمز المعبر عنه في هذه الذرة؟
اللي انا شايفه دلوقتي العدد الذري 6، فهنشيل ألف وجيم. طيب انت شايف ايه؟ بص السؤال مش دقيق، المفروض يعبر عن اللون بتاعها. فلو اعتبرنا ان الازرق هو هو البروتون، فهو 6. تمام. نشوف كده عدد النيوترونات. عدد النيوترونات اهو بالاحمر ماشي، ادي 1 2 3 4 5 6 7. هي الحمراء هي 7. تمام كده عدد النيوترونات 7. فانا كده عايز اجيب العدد الكتل اللي هو الايه. خلاص اجمع 6 و7 كام؟ 6 و7 13. يبقى الاجابه هتبقى ب. والسؤال المفروض يحدد لك الازرق ايه والاحمر ايه. بس انت عشان خاطر برضه تتاكد من انك انت صح، احنا عارفين ان عدد الالكترونات بيساوي 6 وعدد البروتونات بيساوي 6. انت لو عديت الازرق دلوقتي هتلاقي 6. خلاص يبقى دي عدد البروتونات. برضه شغل دماغك، بص حاول تشغلها. طيب الجدول التالي يوضح عدد البروتونات والنيوترونات في ذرات بعض العناصر. اهي عدد البروتونات ب وعدد النيوترونات ان. طيب سيبك من الجدول دلوقتي شوف السؤال. اي الذرتين اللي يلي تمثلن نظيرين لعنصر واحد. ما دام قال لك نظير تقول اللي بيتشابه في العدد الذري، يبقى العدد الذري العدد يتشابه اهو، يتشابه في العدد الذري ويختلف في الكتل اللي هو الايه. فين العدد الذري اللي هو البروتونات؟ شوف العدد الذري، شوف البروتونات ايه اللي شبه بعضها. ادي 20 16 16 7 8. خلاص نختار 16 و16. خلاص بس كده. يتشابه في العدد الذري. قال لي يمثلان نظيران عنصر واحد. يتشابه في العدد الذري ويختلف في عدد الكتل. العدد الكتلي اللي هي النيوترونات اهي. انت لما تيجي تجمع الاثنين مع بعض اصلا مش هيجيب نفس الناتج. يبقى فعلا 2 و3 اللي هي ج. بص اللي مذاكر بيريح واللي فاهم اكتر بيريح اكتر. طيب اكمل. يرمز لمستوى الطاقة الثالث برمز ايه؟ الثالث كي ال ام ام. والمستوى الطاقة السادس كي ال ام ان او بي. اهو بي. انت لازم تكون حافظها وتعدهم على عدد صوابعك، مش مشكلة. بعد كده هتتعود. يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد من ايه تدور فيه الالكترونات باشكال مختلفة من مستويات طاقة فرعية. تمام. ثانية. خلاص مستويات فرعية ماشي. مستويات فرعية. لو انت معاك الكتاب اكتب ورايا، او انت استفدت بالحاجة، مش لازم ان انا اكتب عشان خاطر برضو الخط مش حلو. تمام. تتفق النظائر العنصر واحد في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. طيب تزداد طاقة الإلكترون كلما ابتعدنا عن النواة. طيب تقل طاقة الإلكترون كلما اقتربنا من النواة. ادي سؤال برضو طلعنا من السؤال بسؤالين. طيب أقل مستوى طاقة مي كي، بينما أكبرها في الطاقة كيو. طيب يتشبع المستوى الطاقة الأول كي بكام إلكترون؟ باتنين إلكترون. يتشبع برضو باتنين ويتحمل 2. بينما يتشبع مستوى الطاقة الرابع ان. يتشبع. شوف كلمة يتشبع دي. مستوى الرابع ان بكام؟ ب 32. انت عارف لو قالك يتحمل هنقول 8. بيحتوي المستوى الطاقة ام لذرة العنصر الألومنيوم ايه ال 13 على كام إلكترون؟ يحتوي المستوى الطاقة ام قالك ام هيشيل كام إلكترون لما نيجي نوزعهم؟ وزع كي ال ام هياخد 2 8 كده 10. فاضل كام؟ 3. خلاص يحتوي على 3 إلكترونات. بينما في ذرة عنصر الكبريت 16 يحتوي على كام إلكترون؟ خلاص 16 دي وزعها كي ال ام 2 8. ادي كي ال ام 2 8. فاضل كام؟ فاضل 6. انت يا ام بتشيل كام؟ بشيل 8. انت فتاخد 6. خد 6. هات 6 كده 6 إلكترونات. طيب يملأ المستوى الطاقة ال قبل المستوى الطاقة مين؟ قبل المستوى الطاقة ام. وبعد المستوى الطاقة مين؟ متى مستوى الطاقة كي. اهي احنا فوق اهي. شايف؟ طيب النسبة بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات في نواة نظير العنصر التريتيوم. التريتيوم كام؟ كان 3. العدد الكتلي 3 والعدد الذري 1. اطرحهم من بعض يدينا عدد النيوترونات 2.
قال لك نسبة بين عدد النيوترونات اللي هو 2 وعدد البروتونات اللي هو 1 بس. شفت؟ سهلة سهلة والله العظيم، يعني درس سهل. هو فيه تفاصيل كتير بس سهل والله لو تذاكر. هنحل برضو ان شاء الله كتاب الامتحان، بس مش هيبقى على على اليوتيوب. هنحل كتاب الامتحان هيبقى برضو على جروب التليجرام. تشترك بقى في العرض بتاعنا. العرض هيبقى يوم السبت باذن الله 12 بالليل. في ناس عماله تقول لي مدها عشان ظروفها، وانا برضو هحاول افكر في الموضوع ده. بس انا حاليا مش هنزل فيديوهات بعد كده تاني الاولى اعدادي على اليوتيوب. ممكن يبقى الوحده الاولى ومراجعه الوحده الاولى، مراجعه الوحده الثانيه، ومراجعه الوحده الثالثه. تمام. لكن عشان خاطر اميز ما بين طلاب المنصه وطلاب اليوتيوب. طيب اختر العبارة الصحيحة، اعملها صح او غلط على العبارة الصح او العبارة الخطأ. ذرات نظائر العنصر المختلفة ممكن تحتوي على نفس عدد من البروتونات. ذرات نظائر عناصر مختلفة، ما قالش العنصر الواحد. ما دام قال عناصر مختلفة وبيحتوي على نفس عدد البروتونات، اقول له اجابتك غلط. اجابتك غلط. ممكن نقول يحتوي على اعداد مختلفه من البروتونات، اقول كده صح. او ذرات النظائر العنصر الواحد برضه يحتوي على نفس عدد ذرات البروتونات، دي كده التصحيح. لو تحب الصح ده يبقى ده بالنسبه لك انت بالنسبه لك كده بتستفيد اكتر. ما تقولش غلط وخلاص. قول غلط وغلط ليه؟ عشان خاطر قال لي عناصر مختلفه. او ممكن يقول يحتوي على نفس عدد من عدد من البروتونات. ممكن يقول يحتوي على اعداد مختلفه من البروتونات. او يسيب نفس عدد البروتون، يسيب يمكن يحتوي على نفس عدد من البروتونات ويروح مغير عناصر مختلفة يكتبها عنصر واحد. طيب لا تنطبق علاقة 2n تربيع على مستوى k. لا ينطبق عليها لانها k واحد واتنين. واحد في واحد بواحد واتنين في واحد باتنين، بيتشابه باتنين الكترون. العنصر الذي عدده ذري 3 تترتب الالكترونات في 3 مستويات طاقة. غلط. بقول لك عنصر بالعدد، عنصر عدد الذري بتاعه 3. لما نيجي نوزعها كي هياخد كام؟ كي هياخد 2. والمستوى الطاقه اللي بعده اللي هو ال هياخد كام؟ هياخد 1 اهو. مستوى الطاقه مستوى طاقه ادي كي وادي ال. ده 3 الكترونات. لما تيجي هنا نشيل 2 وهنا 1 في مستوى طاقه تاني؟ لا، ده ال سكان ال ما اتملاش، اللي بعده هيتملي. فاجابتك غلط. اجابتك غلط. هنا ثانيه بس في سؤال 2 قال لك لا ينطبق. لا بينطبق. انا عاملها صح ليه؟ لا غلط. مش صح. تبقى غلط. انا فاكرها ينطبق. ركز في كلمة لا. انا غلط. لا وما عدا وليس. ركز في الكلمات دي كلها. طيب تتفق نظائر عنصر الهيدروجين في العدد الكتلي وتختلف في العدد الذري. غلط. ما يتفقش في العدد الكتلي. لا يتفق في العدد الذري وما يختلفش في العدد الذري، يختلف في العدد الكتلي. فاجابتك غلط. ايه ده الاكسات دي؟ شفت جايبين صفار هما. يتشبع مستوى طاقة ال بعدد الالكترونات اكبر من مستوى طاقة ان. لا غلط. مستوى طاقة ان يتشبع ب 32 ومستوى طاقة ال يتشبع ب 8. لا كي ال يتشبع ب 8. 2 في 2 ب 4 و2 في 4 8 صح. 8 الكترونات وده شيل ب 32. فال 8 اكبر من 32. لا غلط برضه. ليه؟ قال لك هنا كلمة يتشبع. انت ما قلتش طب المفروض يتساوي. يعني هي غلط بس انا بسألك ليه هتقول لي لان عدد مستوى الطاقة ال 8 ومستوى الطاقة ان 8. لا اقول لك انت برضه غلطان لانه قال لك كلمة يتشبع. ما دام قال لك كلمة يتشبع تطبق العلاقة 2 ان تربيع. تمام. فال هيحتوي على 8 الكترونات والان هيحتوي على 2 هيحتوي على 2 الكترون. وقلنا ما دام هو يتشبع مش ضروري ان هو يتحمل. لا يتحمل 8 الكترونات عادي، لان هو لو تشبع ب 32 ممكن ينفجر. وشوف الجزء الثاني عشان تشوف تفاصيل اكتر. طاقة المستوى طاقة ان طاقة المستوى ان اقل من طاقة المستوى ام. ها كي ال ام ان. كي ال ام ان. لما نيجي نطبق العلاقة ده يشيل 2 وده يشيل 8 وده يشيل 18 وده يشيل 32. فالمستوى الطاقة ان اقل من مستوى الطاقة ام. لا بالعكس ده اكبر منه. فالاجابة غلط. ايه ده؟ هو ينفع يكون في الاجابات كلها غلط؟ ينفع. انت مالك هتقولي مش حاسسها مع انك ما حسيتها يا جدع. هو كده انت بتطبق الحاجة. ما ليه؟ بص شيل احساسك على جنب وشيل احاسيسك ومشاعرك والسنس كله ده شيله. احنا بنطبق قاعدة وبنطبق درس. فانت بتمشي على حسب الدرس اللي موجود فيه. مش هتقول انا حاسس المفروض يكون في واحده صح على دي. لا مش لازم، مش شرط. تمام يلا. اكتب المصطلح العلمي. منطقه وهميه تدور فيها الالكترونات حول النواه بسرعات فائقه. دي ايه دي؟ منطقه وهميه. دي مستويات طاقه. مستويات. ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ لا ارجع.
ارجع اختبر بنفسك، دي انت اللي هتحلها. انا هحلها في جروب التليجرام عادي. انا هحل لك بس الدرس. دي مستويات طاقة. مستويات طاقة. خط مش عاجبني، خط مش عاجبني اهي. مستويات طاقة. يلا يلا. صور مختلفة لذرات العنصر الواحد تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. ايه هي دي؟ دي النظائر. النظائر. حل انت قبل ما انا احل. نظير الهيدروجين اتش واحد على واحد الذي عدم وجود النيوترونات فيه ده ايه؟ ده التريتيوم. لا مش التريتيوم، شفت انت برضه بتغلط فيه، اسمه البروتيوم. البروتيوم. افتكر كلمة برو يا صديقي، برو، افتكر كلمة برو مع النظير ده. علل اختلاف طاقة الالكترون في مستوى الطاقة مختلفة. ليه طاقة الالكترون بتختلف؟ بسبب اختلاف برضه مستوى الطاقة. ده هي بيقول لك علل اختلاف طاقة الالكترون في مستوى الطاقة مختلفة. ليه؟ علل اختلاف طاقة الالكترون في مستوى الطاقة مختلفة. هتقول لأن طاقة الالكترون في بتساوي طاقة المستوى اللي بيدور فيه. اكتب معايا اكتب. انا مش عارف اكتب ده كله. هتقول لأن طاقة الإلكترون بيساوي طاقة المستوى الذي يدور فيه، هو أن طاقة المستوى بتزيد كلما ابتعدنا عن النواة، أو طاقة الإلكترون بتزيد كلما ابتعدنا عن النواة. تمام. يملأ مستوى K بالإلكترونات قبل مستوى L، لأن المستوى K أقل في الطاقة من المستوى L، والمستوى الأقل في الطاقة يملأ أولا. تمام. اكتب ورايا تاني. اتنين اهي. يملأ مستوى K بالإلكترونات قبل مستوى طاقة L. هقول لأن المستوى الطاقة K أقل في الطاقة من المستوى L، والمستويات الأقل في الطاقة هي التي تملأ أولا. اديني قلت هشبع المستوى N باتنين إلكترون. هتقول طبقا للعلاقة 2N تربيع اهو، طبقا للعلاقة 2N تربيع، وتعوض بقى تبقى تساوي 2 في لان كام ده 4 تربيع. 4 في 4 تبقى ب16 زائد في 2، 16 في 2 ب32 بس. وكده تمت. طيب ماذا يحدث عند زيادة عدد النيوترونات في نواة ذرة عنصر ما على عدد البروتونات بنسبة كبيرة؟ ايه المشكلة؟ هيبقى عدد الالكترونات هتبقى عدد الكتل اكبر. وممكن نقول لما قالك زيادة عدد النيوترونات في نواة ذرة العنصر ما على عدد البروتونات بنسبة كبيرة، هتقول يا زاد العدد الكتل على العدد الذري بنسبة درجة كبيرة أو بنسبة كبيرة. بس والله هو ده كده، والله هو ده بس. دي بتبقى إجابات والله العظيم إجابات صحيحة وصغيرة، بدل ما تقعد تشرح له كتير. لا عشان توفر وقت هتقول يزداد العدد الكتلي عن العدد الذري بدرجة كبيرة. ليه؟ ما هو عدد النيوترونات مش عدد الكتلي بيساوي عدد النيوترونات زي العدد الذري. العدد النيوترونات بقى أكبر. مثلا من 5، العدد النيوترونات 5 وعدد البروتونات مثلا 5، يبقى العدد الذري 10. طيب زادت النيوترونات بقت 10 هي، وزائد العدد الذري 5 بقت 15. العدد الذري بقى أكبر دلوقتي، بدل ما كان 10 بقى 15. فاهمني؟ طيب زيادة عدد الإلكترونات عن العدد المحدد في مستوى الطاقة عند تشابه الإلكترونات. مثلا وانت بتملأ إلكترون مثلا كي 2، انت عندك مثلا 4 إلكترونات، انت الكي بتاعك بيتحمل 2. تمام. انت عايز تمليه تاني، هو غصب عنك بعد ما يمتلي بالعدد المحدد ليه هينتقل على مستوى الطاقة اللي بعده، ياخد الاتنين بتوع اللي هو ال. فلما تيجي هقول له ينتقل الإلكترونات في المستوى الطاقة الذي يليه. بس اهو ينتقل الالكترونات في المستوى الطاقة الذي يليه. طيب وضح برسم تخطيط توزيع الالكترونات. نوزع نكبر ونوزع ونصغر الخط. هنا سي ال 17 احنا وزعناها قبل كده. كي ال ام تاخد كام يا كي؟ تاخد 2. بتاخد كام يا ال؟ باخد 8.
فاضل 7. تاخد يا ام اخده بس كده وزع كده توزع بس كده. وزع انت بقى النيتروجين دي. 7 كي ال، ادي كي ودي ال. تاخد كام يا كي؟ باخد 2. تاخد كام يا ال؟ والله انا فاضل كام؟ فاضل لي 5. خلاص اديله 5 اللي موجودين. هتعمل ايه انت معاك تاني؟ لا لو معاك تاني بشحاته بقى. لان ايه ده؟ ان ايه ده؟ ايه؟ ها صوديوم. الله ينور. وزع. كي ال ام. الكي بياخد كام؟ 2. ال بياخد كام؟ 8. تفضل لك كام؟ فاضل لي كده 1. يا اما تاخده والله يا ماشي هاخده. اعمل ايه طيب؟ مش بمزاجه. يلا ال اي ده ايه؟ ليثيوم. برافو عليك. وزع. كي ال. تاخد كام يا كي؟ باخد 2. بتاخد كام يا ال؟ والله انا بتحمل 8. انت معاك كام؟ انا معايا 1. خلاص خده. هاخده خلاص. ال ده ايه؟ ده النيون. الله ينور. وزع. كي ال. انت بتحمل كام؟ بتحمل 2. بتحمل كام؟ بتحمل 8. وانت كده جمعت كام؟ كده 10 بس كده. ده خامل. وافتكر كلمة خامل دي. ماشي. الاو انا 8. وزع. كي ال. انت بتتحمل 2 والال بيتحمل 8 بس انا فاضل لي 6. هاخدها. تمام. طيب هنا بيقول لك اسئله متنوعه. اخر حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. عنصر عدده الكتلي 40 وعدد نيوترونات وفونوات ذرته 20. عدد الكتل بتاعه 40. دي ايه؟ نكبر الخط شويه. والعدد النيوترونات بتاعته الان بتساوي 20. حدد كده من عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات في ذرات العنصر. طب انا اجيبها منين يا راجل؟ لما انت ممكن تجيبها ازاي؟ ممكن تجيب العدد الذري اللي هو عدد الالكترونات اللي هو عدد البروتونات. والله ان لساني ورم من الكلام. عدد الكتلي كام؟ 40. اما العدد الذري بتساوي العدد الكتلي ناقص عدد النيوترونات. عدد الكتلي كام يا راجل؟ انا عندي 40. ادي 40 اهو ناقص ادي كده اهي ودي هي عشان بس ما تغلطش. ادي كده 20 اهي. 40 ناقص فاضل 20. العدد الذري بتاعي 20. ده الكالسيوم اصلا. طيب ادي الكالسيوم اهو. ادي 20. وزع عشان هو عايز يزود مستوى الطاقه. دي 2 8 كده 10. خد 8. خد 2. ادي كي ال ام ان. انت بتعمل بسرعه هقول لك لانك انت خلاص فهمتها بقى. الكي بيشبه كام الكترون؟ 2. والام اللي بتسمع 8. فاضل كده 10. تحط كمان 8 و2. تمام. طيب كده قال لك عدد مستويات الطاقه. عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات في ذرات العنصر كام؟ هتقول لي 4. انت عارف لو قال لك ممتلئه هتقول له 3. لو قال لك اللي مش ممتلئه هتقول له 1. عدد الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الخارجي كام؟ 20. اللي هو مين ده؟ العدد الذري اللي هو عايزه اللي انت جبته اصلا في الاول. طيب الشكل المقابل يمثل انويه نظائر عنصر الهيدروجين. اكتب اسمها. عايز النظائر بتاعتها. هنا اكتب اسم كل منها اهي. دي ما تحتويش على النيترون فده هيبقى البروتيوم. وده بيحتوي على بيحتوي على نيترون واحد فده يسمى ديوتيريوم. ودي بيحتوي على 2 نيترون فهيبقى التريتيوم. هقول لك انا على حاجه. ايه؟ بص عندنا هنا في الانجليزي في اللاتيني تقريبا برضو في الموضوع ده. الواحد بيسميه برو. الاتنين بيسميه دايو 2. التلاتة بنسميه تيرا اللي هو تري اهو. تريتيوم اللي هي 3. شايف تقول 3 هي تريتيوم. والديو اللي هي عارف اللي هو بيقول لك الدبل ديو اللي هو 2. والواحد هو ما فيش عشان خاطر ما فيش خاطر هو بس مفيش غير هو بروتون واحد فبيسموه برو. عشان هو بروتون فبيسميه برو هو واحد. بس عشان خاطر هنا في 2 واحد بروتون واحد نيترون فبنسميه دايو. وعشان هنا في 3 واحد بروتون و2 نيترون فبنسميه تريتيوم. فاهمني؟ ما النظير الذي لا يحتوي ذرته على نيترونات؟ اديني قلت لك اللي هو البروتيوم اللي هو 1. طول رقم 1. من النظائر الاكسجين نظير 17. لماذا لا يمكن معرفة عدد النيترونات في نواة هذا النظير بمعلومية عدد 17 فقط؟
ده العدد الذري بس. هتقول ان كده ده العدد الذري بتاعه. لا، ده عدد الكتلي. ده العدد الكتلي. هتقول لان ان هو قال لي عدد الكتلي بس، هو مديني عدد الكتلي، انا عايز البروتونات. طيب هتقول له ايه؟ انا هقول لك اكتب كده ورايا. هتقول انه يلزم معرفة عدد البروتونات الموجودة داخل نواة ذرة عنصر الاكسجين او ذرة الاكسجين لكي يتم طرحها من العدد الكتلي اللي هو 17 عشان يدينا عدد النيوترونات، حتى نعرف عدد النيوترونات. طبعا انا كباشمهندس عاطف انا عارف ان الاكسجين اصلا عدد الذرة بتاعه 8، وانت خدته اصلا اهو، واحنا بنوزع عدد الذرة بتاعه 8. بس عشان خاطر هو قال لك ليه وانت اصلا لسه ما عرفتش الجدول اللي هو الجدول الذري، الجدول الدوري للعناصر. ما دام انت مش عارفها فمش هتعرف الحاجات دي، لكن انت لو حافظها هتعرفها. اكتب برضو ورايا ايه. هتقول يجب معرفة عدد البروتونات، او يلزم معرفة عدد البروتونات الموجودة داخل النواة ذرة عنصر الاكسجين لكي يتم طرحها من العدد الكتل اللي هو 17 لمعرفة عدد النيوترونات. وكده خلصنا تقريبا. خلصنا حل الدرس كله. اختبر نفسك ده، انت اللي هتحله، وانا هنزل الحل بتاعه ده على التليجرام وانا بشرح الدرس التاني الجديد. طيب مش هتنزله ليه دلوقتي؟ هقول لك. انا كده خلاص انهيت، انا عملت لك الدرس الاول كله كامله شرح وحل، واديتك كويز عليه، وهنزلك كويز على الجزء التاني، فهتلاقيه في التعليقات هنا. واقفل كده حكايه ان انا اشرح الاولى اعدادي تاني على اليوتيوب. هتقول لي ليه؟ هقول لك انا لان هنا كده مش هفرق كده، انا مش هفرق ما بينك وبين طلاب المنصه. تمام. انا ممكن عشان خاطر ما انساش طلبه اليوتيوب هنزل مراجعه الوحده الاولى او مراجعه الوحده الثانيه ومراجعه الوحده الثالثه مثلا، ده اللي انا اقدر انزله. لكن شرح بقى الدروس كلها، انت عندك 12 درس، شرح الدروس دي كلها والحل عليهم واحطهم على اليوتيوب ديت ما اقدرش اعملها، لان انا مميز طلبه المنصه عن طلبه اليوتيوب. فطلبه اليوتيوب بتاخد ايه؟ بتاخد شرح والله، وبتاخد مراجعه كمان، وهتاخد حل. تمام. ولو عايزه اي اسئله تسالها هرد عليهم فيه. دي كده اصل انا معايا تيم شغال، تفهمني؟ طيب الكويز هينزل في التعليقات. وكده انا خلصت. اختم واقول لك: نحن لم نخلق عبثا، بل لنعملها الدنيا ونمهد طريقا ودربا لكي يأتي جيلا يستكمل ما كان، ويوما ما سنرحل ويتبقى لنا أثر. وأقول هذا لي ولكم مع أطيب الأماني وأرق الدعوات. أشوفكم في فيديو بقى تاني بعيد أطيب من اللي فات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو، بس عشان خاطر اعرف انزل حتى مرجع الوحده الاولى. تمام. تمام. لو عايز يوصلك اي بقى كل جديد، ممكن انزل نصايح، انزل اي حاجه، اشترك في القناه عشان يوصلها لك. تمام. وفعل زر الجرس وطلع له قرنين. يلا سلام عليكم.